حبايبنا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في موسم برنامج بودكاست خبره الموسم الثاني. هذا البرنامج برعاية وعود كتير سمعناها من مرشحين سياسيين، كلام كتير خلت المواطن مش عارف يختار مين. عشان كده قررنا في برنامج بودكاست خبرة الموسم الثاني نسمع لكل المرشحين الوعود والبرنامج الانتخابي اللي هو هيقولها وهيكون ملتزم بيها، عشان هتكون مسجلة صوت وصورة. عشان كده قررنا هنخلي البرنامج الميكروفون مفتوح للجمهور يسمع ويختار، لأن البرنامج مش هيكون كلام، هيكون التزام. قلنا لكم من خلال برنامج بودكاست خبرة 2 هتسمعوا كل المرشحين، وهتسمع عشان انت هتبقى انت صاحب القرار وصاحب الاختيار. ومعانا اول مرشح ابن محافظة قنا مركز دشنا، النائب صباح مندور بلال، رمز العصا رقم 24. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، نورتونا وسعداء بحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك يا نائب والله. نحب نقول لك يا نائب ولا نقول لك لا، صباح مندور. صباح مندور. عايزين نعرف المشاهدين مين هو المرشح صباح. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح محمد مندور محمد احمد، اسم الشهرة الصباح مندور بلال، موظف بمحكمة دشني. رقم كام؟ رقم 24، رمز العصاية. مرشح مجلس. انت اخترت رمز العصاية ولا هم؟ لا، ده رمز الحزب. انا مرشح عن حزب الاصلاح والتنمية في محافظة قنا. طب انت شايف رمز العصا ده يعني رمز كويس بالنسبة لك، او بيوحي لايه للمواطنين؟ نتوكل عليه. تبقى سند يعني. وتبقى سند ليا وللناس كلها باذن الله، وان شاء الله عشان تكون سند للكل باذن الله. يا نائب انا هبقى صريح معاك في اللقاء ده. حبيبي ابراهيم، الناس من كتر ما بتسمع وعود وبتسمع افكار وبتسمع برامج مجرد كلام، بيجي عندها كده زي كبت كده، مش عايزه تطلع، مش عايزه تروح، مش عايزه تيجي، مش عايزه تطلع تنتخب. تقول لهم ايه؟ قول لهم والله ان شاء الله نكون املكم ونكون معاكم باذن الله على طول، وتكونوا انتم معايا، لان انا عمري ما هكمل المشوار لوحدي، لازم كلنا نكمله مع بعض. المشوار واسع والدائره واسع والخدمات كتير، لابد ان احنا نكونوا مع بعض. انا عاوز باذن الله من كل مركز او من كل قريه مجموعه شباب تتكاتف معاي وتواصل الليل بالنهار في العمل، بالذات في الخدمات العامه. جميل. باذن الله نكون كلنا متواجدين مع بعض في الخدمات العامه. يعني ممكن نقول كده احنا ايه؟ طب انت ايه الافكار والبرنامج الانتخابي اللي ناوي تعمله ان شاء الله؟ والله ان شاء الله لو ربنا اراد وادتنا الحكومه المجال وادتنا الفرصه، هنساعد على الطرق، وهنساعد على الصحه، هنساعد على شغل الميه، حاجات كثيره الدوله يعني المحافظه عاوزاها، ومش هقدر اعملها وحدي. لازم يعني انا كل واحد يقول لي مثلا انا عندي مشكله مثلا في الكهرباء، وتواصل معاي ونتواصل كلنا مع بعض مع الساده المسؤولين. عندي مشكله في الميه، عندي مشكله في الطرق. طبعا كلنا بلادنا واحد وكلها طرقها متهالكه، فعاوزه تجديد. انا جاي اسمعك النهارده، انا عايزك تطلع كل اللي جواك النهارده لكل المواطن اللي هو عايز يعرف مين هو صباح مندور بلال. صباح مندور باذن الله هيكون باذن الله صوتكم المسموع، وهنكون مع بعض، هنكون دايما مع بعض. يعني نتمنى يكون اسمه على مسمى ان شاء الله. صباح يعني مصباح علاء الدين، يعني تحقق احلام اي حد من المواطن نفسه في حاجه من مشاكل البلد. الناس فقدت امل فيها من كل مرشح. ان شاء الله الامل في الله موجود، وكلنا عشمانين
وكلنا لازم زي ما قلت في البدايه نكون مع بعض، لان انا مش هقدر على المشوار وحدي، لازم كلنا مع بعض، ولازم انتوا تساعدوني، وزي ما هتحاسبوني انا هحاسبكم. لازم هيكون عندي تقصير، ولازم يكون انتوا عندكم تقصير. انا يعني ما معيش عصايه سيدنا موسى عليه السلام اضرب الارض به، لازم انتوا تبقوا رجال، تبقوا اعواني، تبقوا معي في كل مكان، لازم تساعدوني، لازم توقفوا معاي. مكاني مفتوح للجميع، سواء بالنيابه من غير نيابه، فانا معاكم. انا مش عاوز اخذ المشوار واجري زي الناس اللي بتجري عفوا، هم الناس كلهم افاضل واحسن مني، بس انا عاوز اتواجد في الارض، وعاوز اتواجد مع الناس في الارض ومع انت ليه الأرض. قررت تترشح يعني؟ ليه خدت والله القرار ده؟ انا يا جماعه نازل اترشح في مجلس الشيوخ. والله عشان خدمة المواطنين وخدمة الناس، ويعني وعشان ابقى الصوت القريب للناس كلها. انا عشمان في الله خير، وعشمان الناس تجبر بخاطري وانا اجبر بخاطرهم. طب شايف في دعم الناس يعني بتدعمك من ساعه ما خدت القرار ان انت تترشح؟ والله الناس كلها دعماني. امم الناس كلها واخده الموضوع على صدرها، لان الموضوع بتاع الناس كلها مش بتاعي انا. جميل. يعني الناس كلها واخده المشوار على صدرها، لان المشوار ده بتاع الناس انت دي. شايف ان كتله دشنا تنجح نائب؟ والله عاوز اقول لك حاجه، المشوار يعني ربنا يبارك فيهم اهل ديشني، يعني اصحاب فضل واصحاب نيابه وطول عمرهم في الحياه السياسيه، فما ينفعش ان احنا نغفلهم. دي الاولى. اما الثانيه فانا مرشح عن المحافظه كلها. انا ابن محافظه جنة كامله، وكل الناس كبيره وصغيره ليهم جميل في رقبتي، وليهم العون مني، وباذن الله اكون عند حسن ظنهم. طب انت قادر شايف صباح هيقدر على الدايره كامله، يروح ابو طشت ويروح نجع حمادي ويروح مركز جفت ويروح جوس ويروح نجاده تروح محافظه جنة؟ لا، هيغطيها ازاي؟ مش هغطيها برجالتي، ببلادي، باصحابها. انا عاوز زي ما قلت لك في البدايه، انا عاوز من كل قريه مجموعه شباب تتكاتف معاي. انا عاوز نغطي الدايره مع بعض. انا عندي استعداد معاكم في الليل قبل النهار، وانتم عندكم استعداد معي في الليل قبل النهار. لازم نكون كلنا مع بعض، مش هقدر اغطي المشوار وحدي. الدايره واسعه والخدمات المطلوبه كتير، يعني لو قلت لك هقدر انفذها بنسبه 100%، معلش انا اسف في اللفظ هبقى كذاب، لكن قدر المستطاع. انا عشمان في الله خير، وعشمان في الدوله خير ان شاء الله. في الفتره الجايه الدوله هتدينا، يعني عشمان انت تدينا فرص وتدينا خدمات وتكون معاني، احنا رجاله الدوله ورجاله النظام. جميل. فان شاء الله باذن الله هنكون يعني. بقول ايه لكل المرشحين اللي نزلوا انتخابات معاك؟ ربنا يوفقنا جميعا. شايف حد قوي؟ كلهم اقوياء. جميل. كلهم اقوياء. كلهم ما افاضل. فكرتش ان انت تعمل تحالف مع حد فيهم اتنين كده؟ لا، عشان لسه ولا لسه القرار ده يجي متاخر؟ لسه القرارات دي بتيجي متاخره، ما اقدرش اعود حد بحاجه، لان الوعد اللي هيطلع من لساني يلزمني. مش عشان انت عارف دايما ان السياسه والانتخابات دي احيانا بيبقى في لا انا يعني لعب شويه، شغل اتفاقات بتختلف، قرارات بتتغير. تمام. انا يعني دايما يعني عاوز ابقى صاحب كلمه وصاحب مبدأ، وعاوز ابقى راجل صادق مع الناس ومع نفسي. الاول مع نفسي ومع ربنا سبحانه وتعالى. طب ايه الكلمه اللي انت حابب تقولها لكل المنافسين اللي نازلين قصادك؟ ربنا يوفقنا واياكم، وان شاء الله كلنا عايشين في الله خير. يعني الكراسي دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، اللي ليه نصيب واللي ربنا يريد له هيكون على الكرسي فهو على الكرسي، ولا يحكم في ارض الله الا بمراد الله. جميل. ودي رساله مهمه يا جماعه لكل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا. الانتخابات بتروح، ولكن اللي بتفضل غير الكلمه الحلوه والذكرى الحلوه اللي بين النواب وبين المنافسين وبين الشعب وبين يعني اهل الدائره وبين الناس، انه كل حاجه خلصانه. ولو وضح لهم كمان ان احنا كنواب بنتقابل في الاخر ونقعد مع بعض، بنقعد مع بعض وناكل وبنشرب انت الوحش بالظبط. فما في داعي انك انت تنصبح ولا غيره، مش مستاهل. فخليها يعني هو الاختيار ليك انت، محدش شايفك انت في الورقه بتختار مين، اختار اللي انت عايزه. اختار اللي انت عايزه. شايف ان الناس بعد اللي شافته من المرحله السابقه من النواب وفي بعض عدم مصداقيه من الطلبات اللي تم تنفيذها والوعود والكلام اللي كان بيتقال، الناس ما شافتش حاجه على ارض الواقع، فالناس قالت انا مش طالعه ومش هروح ولا هنزل انتخب حد. شايف الناس ممكن هتواجه، انتوا كمرشحين هتواجهوا القصه دي ازاي؟ والله الناس دي كتر خيرها، وكانت عشمانه فينا خير، وعشمانه في النواب خير. ويعني النواب يعني كتر خيرهم، لان دي بتبقى ظروف دولي وظروف ماديات، يعني من مسؤوله من وزاره الماليه. فيعني لو في دعم تجي من الدوله، احنا كلنا عاوزين نعمل، ما فيش حد معهوش يعمل،
مفيش حد معهوش يتواجد في دايرته، لكن بتبقى ظروف غصب عن الكل. جميل. تحب خالق- تقول ايه لكل اهل الدايره بتاعتك؟ ربنا يبارك فيكم وجميلكم ودعمكم لي فوق راسي من فوق، وباذن الله عشمان في الله اكون صوتكم المسموع واكون قريب منكم واكون معاكم في الارض على طول الظهر باذن الله. باذن الله باذن الله هكون معاكم بنيابه من غير نيابه، فانا متواجد وموجود. انا عارف انه باذن الله انتم عشمانين في خير وانا عشمان فيكم خير، وان شاء الله كلنا نجبر خاطر بعض مع بعض. يا رب. انتم إن شاء الله. تجبروا بخاطري، احنا سعداء بيك يا نائب والله، ده انا اسعد بيكم وموفق دايما ان شاء الله. ان شاء كده. الله ان شاء الله. والاختيار بأنفس. اختيار الجمهور، طبعا هم شافوك وسمعوك، والقرار قرارهم. ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم. ومعكم اخوكم الصباح منظور بلال ابن محافظه ديني رقم 24 رمز العصايه. جميل. ده يا جماعه المرشح بتاعنا، اول مرشح في برنامج بودكاست خبره 2 في الموسم الثاني، المرشح صباح منظور بلال ابن محافظه كنا مركز دشنا الصعايده، رمز العصا رقم 24. الاختيار ليكم، شفتوه سمعتوه والقرار ليكم. الى اللقاء. ابراهيم النابي.